السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اليومين دول الجو حر جدا، احنا مش مستحملين الحر واحنا قاعدين تحت المراوح وفي المكيفات. ما بالك بقى بست البيت اللي مطلوب منها انها تعمل فطار وغدا وعشاء ومقضيه نص حياتها في المطبخ. يا ست البيت، انا هقول لك على فكره للغدا سهله جدا، مش تاخد منك اكتر من 10 دقائق. هتخشي كده المطبخ 10 دقائق وتكوني طالعه، تقدري بقى تقدميها مع سلطه ومع مخلل. الوصفه دي انا عملتها قبل كده في التلفزيون، كانوا مستضيفيني في التلفزيون وعملت الوصفه دي، عجبتهم جدا وعجبت المذيعين وناس كتير جربتها وعجبتها جدا. 10 دقايق ونكون مخلصين، ودي قطع الفراخ مستويه وحلوه قوي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناها ازاي. في حله على النار هحط فيها معلقه من الزيت، وهنزل فيها بقطع فراخ. قطع فراخ انا مقطعها قطع صغيره، ده كان صدر فرخه موجود عندي في التلاجة. طبعا تقدري تستبدليه باوراق، بكبد وقوانص، بلحمه لو انت تحبي. هنستعمل بقى، انا هنا عندي عود قرفه عود قرفه سيجار، فصين حبهان، عندي كوبيبه صيني، عندي معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من البهارات المشكله. واقلب بقى ده كله مع بعضه كويس، يعني مده كده 10 دقايق، وهتشم ريحه تحفه. يا سلام لو في حاجه كده توصل لكم الريحه. بعد كده كنت غاسله 3 كوبايات من الرز البسمتي، غسلتهم ونقعتهم في ميه سخنه ساعه، وبعد كده صفيتهم ونزلت بقى على قطع الفراخ والبهارات بتاعتنا. تمام كده، ونقلب بقى كويس. ولو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وبعد كده طبعا بعد ما اشوحهم كويس هنزل. انا هنا استخدمت 3 كوبايات من الرز البسمتي، طبعا ظبطنا الملح بتاعنا. هنزل باربع كوبايات ونص من الميه، 4 كوبايات ونص من الميه المغليه. الرز اللي انا استخدمته، كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ونص ميه. طبعا انت بيبقى حسب الرز اللي انت بتستخدميه، الميه حسب الرز اللي انت بتستخدميه. واسيبه بقى لحد ما يبتدي يتشرب. اول ما ابتدى يتشرب معايا هضيف له قرن فلفل، بتدي له ريحه حلوه قوي، الفلفل ده بيدي له ريحه حلوه. واغطيه لحد بقى ما يستوي تماما. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. زي ما انتم شايفين بقى هنا كان استوى، النتيجه تحفه جدا. الفراخ مستويه، تقدري تقدميه مع سلطه او اي نوع خضار عندك. وزي ما قلت لك تقدري تستبدلي صدور الفراخ باوراق او لحمه، او تستغني عنها خالص عادي يعني. يا رب تكون الفيديو عجبكم وافادكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.